السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي وقناتكم. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بألف خير وبصحة جيدة. وجيت اليوم نشارك معكم فيه هذه المملحة اللي كتجي رائعة ومذاق لذيذ وكتجي بسيطة في التحضير. ودابا غادي نبداو العجين. هو الاول انا خديت هنايا 2 كيسان ديال الفورص مع كاس معامرش ديال الفينو، وهنايا ضفت شويه ديال الملح، وعاد غادي ناخذ واحد المعلقه ديال سنيده، ومن بعد غادي نضيف واحد نص خماره ديال الحلوى. مهم غادي ندير هنايا العجين بحال العجينه ديال المسمن. كنخلط النواشف هي الاولى، وعاد من بعد كناخذ شويه ديال الماء دافي وكنجمع العجين ديالي. هنايا العجينه البنات بعد ما جمعته راني غادي ندلكو شويه وما كيجيش داك العجين قاصح بزاف وما كيجيش عاود مطلوق بزاف، بين وبين. المهم غادي ندلكو شويه ومن بعد غادي هنايا غادي ندهنو بشويه الزيت هكذا ونديرو في بلاستيكه باش يرتاح. وفي هذا الوقت اللي غادي يرتاح فيه العجين ديالي انا غادي نمشي باش نحضر الحشوه. الحشوه اللي غادي خديت فيها هنايا خيزو قيمت 2 خيزوات كبار اللي نقيتهم وغسلتهم بطبيعه الحال. هنا درتهم في الهاشوار باش كنسهل عليا تحضير الحشوه. كنديرهم هكذا في الهاشوار حتى كندير الدرجه الثانيه حتى كيوليو على هذا الشكل هذا. وغادي ناخذ المقله اللي غادي نشحر فيها الحشوه وغادي ندير فيها خيزو. ومن بعد هنايا راني خديت القرعه خضراء كورجيت، خديت واحد 3 الحبات القرعه و2 حبات هنا الفلفله حتى هما غسلتهم ونقيتهم وغنديرهم هكذا في الهاشوار حتى هما. ومن بعد كندير لهم هما غير درجه رقم 1 باش دغيا، حيت هما دغيا كيتهاشاو. ودابا غناخذ البصله البنات حتى هي اللي غسلتها وعادها نقردها ودرتها حتى هي في الهاشوار باش كتنسهل عليا هاد الحشوه هادي ما كتشدش ليا بزاف د الوقت. وهنايا خديت عليهم 2 معالق كبار ديال الزيت. وغادي ندير هاد الحشوه فوق النار تبدا تشحر. وملي كتبدا تشحر البنات راني كنجهد عليها البوطه باش داك الماء ديال الخضره كيتشرب. هنا خديت واحد 3 المعالق كبار ديال زيت ديال ربيع مقرد، ودرت معاهم هذيك صوص الصوجا، درت عليه معلقه كبيره وواحد معلقه صغيره د الموطارد. وهنايا درت شويه د الملح على حسب الذوق، ومعلقه كبيره د السكنجبير، معلقه كبيره ديال الخرقوم، نص معلقه ديال التحميره، وهنا شويه د السودانيه البنات اللي بغيتو تستعملوا البزار استعملوه. هنا واخيرا هنا عندي العطريه ديال الحوته البنات. ديروها لا ما متوفرش عندكم ديروا غير كنور ديال ضامد البنه ديال الحوت. ومن بعد كنخلطوا هكذا الحشوه مزيان وهي فوق النار حتى كتشحر. ودابا انا خديت هنايا الشعريه ديال الروز اللي خليتها 5 دقائق في الماء طايب حتى طاحت ليا، قطعتها بالمقص وخلطتها هنا مع الزيتون مقرد ومع علبه كبيره ديال الطون. وهاد الحشوه البنات راه كتجي لذيذه وكتجي هاد المسمنه كتجي على شكل بحال شكل البسطيله، والمذاق ديال الحشوه كيجي بحال المذاق ديال البسطيله د الحوت. وهنا العجين ديالي بعد ما همدات هانتوما راني كنقرصها قريصات. درت هنا منها 5 القريصات وسرحتهم هنايا بالزيت، سرحتهم على سطح العمل بالزيت اللي ذوبت فيها غير شويه ديال الزبده. لما متوفرش الزبده ما نديروهاش، نديرو غير الزيت بوحدها. وبقيت وشديت المقله هنايا ديالي وبديت كنسرح فيها هاد العجين ديالي. انا حيت ملي قرصت العجينه ما خليتهاش تهمد، ما خليتهاش ترتاح. نتوما ملي تقرصوا العجينه قريصات خليوها ترتاح شويه باش تساعدكم في التسراح وما تقبش كما تقبات ليا هنايا.
المهم انا كنت مزروبه عليها، غير قرصتها وصافي وبديت كنسرحها على هذا الشكل هذا. وهنا في المقله ديالي انا بديت كنوضعها هكا على شكل بسيطلات، وكنوضع وحده حدا وحده وصافي. وشديت الحشوه البنات ووضعتها هكذايا. الحشوه بعد ما بردات بطبيعه الحال باش ما تقبش ليا باش ما باش ما تقبش العجين. وهكذا سرحت هذيك الحشوه كامله، سرحتها في الجوانب. وشديت هذاك، كان عندي انا الفرماج احمر، درته فوق منها البنات. الا بغيتو ديروا نتوما، بغيتو ديروا فرماج موتزاريلا ولا فرماج احمر محكوك ديروه. المهم انا كنقضي دائما باللي متوفر عندي. وهكذا كنسد هاد المسمنه ديالي ولا السطيله ديالي هكا بالعجين، كنسدها على هاد الشكل هذا. ودائما كنحاول هذاك البلايص اللي جاو هكذا محلولين كنسدهم هكذا بالعجين، حيت العجينه راه مرخوفه. راه هكذا كنسد بها هذوك البلايص هكايا. ودابا بعد ما جمعتها راني غادي ناخذ واحد، خديت واحد فرشيط وتقبتها هكذا شويه باش ما تنفخش. ومن بعد خديت واحد البيضه وخديت بديت كندهن هكذايا هاد الوجه ديال هاد المسمنه ديالي ولا البسطيله هكذايا. دهنتها البنات مزيان، ومن بعد ما دهنتها دخلتها للفران اللي سخنته مزيان ودرتها للفوق حتى تحمرت من التحت والجوانب، وهبطتها تحمرت من الوجه. وهانتوما كيما كتشوفوا راه جات منظر جميل بزاف بزاف. وزوقتها هنا بالجبن محكوك من الفوق، راه جات لذيذه البنات وسهله حتى في التحضير. انا جاتني سهله بزاف في التحضير. وهكذا في هاد الاواخر ديال رمضان راكم راه دغيا دغيا كتوجد معاكم. وانا كنتمنى هاد الفيديو ديال اليوم يعجبكم، وكنتمنى تجربوها. وما تنساونيش البنات بلي لايك ديالكم وبلي كومونتير زوينه. وكنشكركم بزاف بزاف على المشاهده، وشكرا لكم، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. وبسلام عليكم ورمضان كريم.